إلى موضوع آخر، ومثلما كان متوقعا وقع رسميا المدرب السابق لوفاق سطيف خير الدين ماضوي على عقده مع ناديه الجديد النجم الساحلي التونسي لمدة عام ونصف، أين تم تقديمه أمسية اليوم في ندوة صحفية للإعلام التونسي. كما تحدث ماضوي عن أهدافه مع الفريق التونسي. انعدام الثقة واضح يعني تقريبا بالنسبة لهذا الفريق، وهذا الشيء اللي خلاني يمكن نوعا ما أنه يعني ما نخافش من وضعية النجم الساحلي حاليا، لأنه الكاليتي موجودة عند اللاعبين، يعني ظن نوعية اللاعبين موجودة تقريبا. يمكن راح يكون في تغيير طريقة لعب وحتى فلسفة المدرب راح تتغير، ومنهجية يعني نقدر نقول تسيير هذا الفريق راح تتغير، لكن النوعيه موجوده، يعني لازم تطوير هذه النوعيه اللي موجوده عند اللاعبين. حتى المركز الثاني هو من بين لي زوبجيكتيف، اذا ما تحصلش على البطوله على الاقل تحصل على المرتبه الثانيه اللي تخليك تروح الى الشامبيونز ليج. فيه كاس تونس، ولو اننا ما نعتبروش يعني هدف رئيسي، ولكن اللعب على الكاس ايضا يبقى ايضا من بين الامور اللي يحبها الجمهور النجم الرياضي الساحلي. سنه ونصف قبل التجديد عام اخر.